والرقص إذا رأوا تجارة أو لهوا في السنة السابعة أو السادسة من الهجرة. السادسة أو السابعة من الهجرة هم عارفين النبي وراحوا يرقصون ويدقون وين العرس. وين العرس؟ بنفس القرآن. زين احنا الآن ندرك سنة النبي ونروح اخواني نرقص بالافراح. تكلم بصوت واطي مشان يبين الناس الخاطئ ما يصير. طيب بس اعطيني مجال سماعون لكم وفيهم خلي اخواني تركوه ابو اديب مو دوره، خليه ياخذ راحته. انقض ما عندي شيء. انا من سالني سؤال جاوبته مقتنع بجوابي، هو ايضا فرح. ان شاء الله كل الناس مثلك يا حاج والله. شوف بس خلينا نبين اخوان النبي عليه الصلاه والسلام 22 عام ايش كان يساوي لهالناس؟ 23 ابو اديب. من الظلمات الى لا 23 يا ابو اديب لا تدلس. 23 سنه مو 22 يابا 22. لا ما يصير هذا. هاي سنه النبي 23 سنه، ليش تشيل سنه منها؟ باعتبار 20 سنه مولانا، 20 سنه باعتبار الدعوه السريه ما كانوا الصحابه موجودين. ما يخالف 23 سنه يا اخوان كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم هذول الناس. هذا المجتمع الم يثقفهم، الم يعلمهم الاحكام، الم يكن فيهم في نهارهم وليلهم ويومهم. هذول الناس 23 عام. لله يدرك ابو اديب. ان شاء الله كل خير. لله 21 اخر سنه يطلبون منه بيسوون شجره ذات انوار يعبدوها. سبحان الله على هيك توحيد. صحابه ابو واقد الليثي يطلب من النبي يسوي له شجره ذات انواط يعبدون شجره. ذول الصحابه لو 21 سنه ما تعلموا التوحيد. الله يبارك بيك ابو اديب. لا يا اخواني الكلام ابو اديب. بس انا راح امدح بك هاي الخصله بس 10 ثواني. لله يدرك 23 سنه النبي يعلم بيهم ورحماء بينهم. اول ما مات النبي صلى الله عليه واله قام واحد يذبح الاخ بالسقيفه. لا بالعكس، الله مدحهم بالقران الكريم. هذا هو اللي حصل. هي مدحهم وقت حياته، بعد ما مات يقول لك اول يوم راحوا للسقيفه. ابو اديب اكلت بس اكل. ابو اديب اعطينا انت. النبي علم الصحابه 120,000 قتلوا بعض النبي. لا بتعطينا مجال انت الثاني الصوت. شنو قتل النبي في صفين والجبل؟ خليني اكمل ارجوك. في صفين يا صوت في صفين والجمل بعد النبي. بالنهايه كم صحابي نقلوا الدين؟ عدد الصحابه. شو سكتت الصوت شو سكتت؟ اي راح اجاوبك الان. الصوت يا حجي الصوت ترى مو معاند، مو مثل ابو ديب. الصوت اذا تقول له كلمه يصدق فيها بعد ما يجادل. هو يقول متى ذبح جاوبت بعد ليش تلح عليه؟ هو الرجل عارفه صديقي يقول لك انت ما طول ترد علي وتعطيني. احسنت لله يدرك الصوت. لحظه هدوء. يسالتني خل اجاوبك. ليش لله يدرك؟ ليش وحدهم يسالتني غير اجاوبك. قلت لي ليش؟ احسنت. يعني هم انحرفوا وبدأوا يذبح بعضهم البعض الآخر، والحسن رجعهم للطريق الصحيح. أحسن لله يدرك. يعني لو ما الحسن عليه السلام كيف رجعهم الحسن؟ كيف رجعهم؟ الصوت والله يا ضربة صفح الصوت. هاي شو القضية؟ ايه الصلح كيف شلون اذا هم عدول ليش يصلحهم؟ ابو كريم إيه هو ليش يصلحهم اذا هم عدول؟ يعني لله يدرك الصوت. لو ما الامام الحسن كان بقى وعوج. الله اكبر الله اكبر. انت مو سالتني انا جاوبت. الان الحسن تقول صالح امه محمد. هل الحسن هم شنو كان المشكله بيهم؟ اكو كان فيها مشكله يعني كان يتقاتلون؟ هم شنو كان بيهم لما صالحهم؟ لا مشكله يعني الحسن عنده مشكله رضي الله عنه. ما ادري الامام حسن كان خليفه. شنو كان فيهم مشكله ذول الصحابه؟ شنو مشكلتهم؟ هل رأى فيهم خير؟ هل رأى فيهم شنو كان مشكلتهم لما صالحهم؟ ليش؟ يا عمي هل رأى فيهم خير عشان كذا صالحهم؟ ما ادري انت تقول لي ذولا كانوا شنو مسوين؟ قتله مجرمين؟ شنو اللي بيهم؟ يوحدهم.
ادري ذولا مو ليش معاويه ما اتبعهم باحسان؟ ايه هل راى فيهم خير وصالحهم؟ على شنو صالحهم؟ هو من الخليفه؟ يا عمي صالحهم. ادري اشوف من صالحهم. هو معاويه خليفه لو الامام الحسن؟ دلامي يا ولد ادري صالح منه. انا ما اول مره اسمع به. صالح منه. خلي يكمل وانا اطوخك على نار هاديه. بس خلي يكمل ابو كريم. والله حاج وعد انا كنت اشوفك منو يا فرقه اللي صالحهم من امه؟ صرت جلسه عن تفضل جاوبوني. اعطينا اسم الفرقتين اللي صالحهم الامام من امه. من هم شنو من هم؟ فئتين عظيمتين. من هم اسمائهم؟ من هم يهود منو؟ فئتين عظيمتين. فئة من هم فرعون كان فئة عظيمة. من هم؟ فئتين مسلمين. اي من هم منو كان قائد الفرقتين؟ اتباع الحسن واتباع معاوية. معاوية كان عنده اتباع؟ وهذا فئتين عظيمتين. هذا شنو؟ زين معاوية مو هو تحاكم ويا الامام علي ورجع من البغي ولا لا؟ يا عمي الحسن انا عندي مو القاتل التي تبغي الى ان ترجع. الان معاوية لما صالح الامام علي رجع ولا ما رجع؟ هناك تدعو الى النار يا ابو كريم. بدليل اسمع لحظة الامام علي لما صالحوا في صفين. صالحوا في صفين هي كانت باغية جماعة معاوية وبعدين رجعت الى الحق، صح ولا لا؟ يعني بعدين طلع من الحق وراح للبغي. ايه انا راح اجاوبك الان. سبحان الله. شوف هذا الرجل معاوية صالح الامام علي ورجع عن البغي وراح للحق، بعدين خلف الوعد وراح طلع على الامام الحسن، صح ولا لا؟ طيب ممكن اجاوبك الان. النبي عندي حديثين. النبي يقول عمار تقتله الفئه الباقيه، وعندي حديث ان الحسن يصطع بين فئتين عظيمتين. زين وعندك حديث اللي يخرج على السلطان شبر واحد يموت ميته جاهليه، صح ولا لا؟ يا حبيبي لحظه اما تاخذ بالاحاديث كلها. عندك حديث يقول اللي يخرج على السلطان شبر واحد يموت ميته جاهليه، صح ولا لا؟ ما شنو الان هل معاويه فئه عظيمه؟ سؤالي لك الذي يخرج على السلطان معاويه خرج باي صفه؟ معاويه خرج باي صفه على الامام الحسن؟ صفه الباطل. معاويه باي صفه خرج على الامام الحسن؟ ما خرج. من قال لك انه خرج؟ لعد ليش صالحه؟ صلح بين منو ومنو؟ ما خرج. اقول لك لعد اذا تقول ما خرج تصالحوا على شنو؟ تصالحوا حتى يوحدوا الامه. هو لعد يشيل كانت مو واحده. مو هو لحظه هو متوحده بزمن الصفين ولا لا؟ لما تحاكموا. شوي قول شو تبي بالضبط يعني؟ يا شوي على الرجاله. الصفين مو معاويه تنازل وبعدين كتبوا صلح ولا لا؟ منو تنازل؟ وين لا يا حبيبي؟ معاويه مو كتب صلح مع الامام علي ولا ما كتب؟ رفع المصاحف لك بالتحكيم. انصدم. ليش يا حبيبي؟ خلينا نتكلم. انا اول مره ادري مو صالحوا على صفين وقفت الحرب وانتهت ورجع معاويه للحق بعد ما صاد، صح ولا لا؟ وين طافتان من المؤمنين اقتتلوا رجعت للحق. الان ليش طلع من الحق بعدين؟ شو المطلوب يعني؟ المطلوب ليش طلع على الامام الحسن؟ مو هذا خليفه المسلمين وقال للامام علي بعد خلاص انا رجعت للحق وما اريد قتل عثمان، انتهيت خلاص قتل عثمان. على شنو خرج على الامام الحسن؟ ليش تنازل الحسن؟ اسمه مسمى تنازل. ليش؟ انا بدي اسالك معاويه ليش طلع على الامام الحسن؟ على شنو؟ يا حبيبي الحسن كان والي وحاكم. تنازل ليش؟ النبي يقول اذا طلع واحد على السلطان يموت ميته جاهليه. معاويه ليش طلع على الامام الحسن؟ يا عمي ما طلع، هو تنازل له. لا ليش تنازل له اذا هو لا هو تنازل له لاي سبب. هو جاي، هو معاويه تنازل له. هو معاويه جاي يريد الخلافه، لو يريد قتله عثمان. معاويه يقول الحسن تنازل له عليه السلام. هو معاويه طالب للخلافه لو طالب لقتله عثمان. يا عمي هو طالب بقتله عثمان. ليش تنازل؟ ليش اذا لماذا تنازل له عن الخلافه اذا هو يريد قتله عثمان؟
هو تنزل الحسن. لا